السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة معنا. النهاردة حبايبي هقول لكم تجربتي في القلاية فليبس. اولا انا جبت القلاية دي يا حبايبي اونلاين وعجبتني جدا بصراحة، يعني ممتازة، وفيها السمك وفيها درجات الحرارة وفيها كام دقيقة تظبطيها، وفيها لحمه، ولو عايزه الكيكات اللي هو الكب كيك اللي مرسوم عليها والحاجات دي. في حاجه بقى هقولها لكم يا حبايبي عشان تعرفوها. اولا انا اول ما جبت واحده فيها ايه، بصوا الفيشه دي ثلاثيه، واخدين بالكم؟ والفيشه دي يا حبايبي ثنائيه. ديت جبتها، خلي بالكم وانتوا بتشتروا، في واحده بتبقى 7 كيلو، دي جبتها في الاول، واخدين بالكم؟ جبتها من على امازون. جابوا لي واحده فيشه ايه ثلاثيه، دي لقيتها ممتازه وتقفيل مستورد. لكن دي بعد ما غيرتها كان في الحله، في الحته دهيت كده في الحله، بصوا موريها لكم، كان في حاجه كده في الحل، يعني نقطه لا تذكر بصراحه، بس قالوا لي ان التيفال دوت لو في نقطه ترجعها على طول، عشان كان مستلس باين حاجه كده لا تذكر، فقالوا لي لازم ترجعها عشان النقط دي بتزيد مع الوقت والاستعمال، بتلاقيها زادت والاستانلس بان، وطبعا التيفال ده مضر بالصحه لما يتقشر، واخدين بالكم؟ هي كانت قشره في الحته دي كده زي نقطه بس، فحبيت برضو عشان ايه، برضو الواحد برضو بيشتري بفلوس، حبيت اغيرها، واخدين بالكم؟ وديت الحله بتاعتها ممتازه برضو، جميله ازاي، بصوا اهي حلوه. فاللي هي يا حبايبي فيشه ثلاثيه زي دي، هي اللي تجيبيها. لكن ديت لما بحثت وشفت وكده، الفيشه الثنائيه ديت لقيتها وزنها، وزن البتاعه دي نفسها كده اللي انتوا شايفينها دي، وزنها 2 كيلو ونص. لكن اللي هي الفيشه دي اللي هي الثلاثيه وزنها 7 كيلو، واخدين بالكم؟ فاحنا اضطريت بقى عشان الخدش اللي كان فيها ده ارجعها، عادي بيرجعوا. وبعد ما رجعتها راحوا جايبين لي ايه، الفيشه الثنائيه. طبعا الفيشه الثنائيه ديت ايه، لقيتها خفيفه، وكمان وانا بظبط التايمر في الفيشه الثلاثيه لقيته بصراحه ايه، يعني على طول بيشتغل وبيسخن الحاجه بسرعه، مع ان الوات هو وكل حاجه هي بس ايه، معرفش، انا حسيت ان بتسوي الاكل بسرعه. دي برضو ممتازه وبتسوي جميل جدا، بس انا عجبني الاولانيه في الاول اللي هي اللي فيشه ثلاثيه. غير كده ان عمق الحله اللي هي المخرمه ديت، العمق بتاعها اوسع، يعني العمق مش الطول العرض ده اللي انتوا شايفينه، لا العمق بتاعها اطول، واخدين بالكم؟ ديت ايه، اقصر سنه هي في العمق بس. وفي ملاحظه كمان يا حبايبي عايزه اقولها لكم، الغسيل ما تجيبيش السفنجه، ولا تجيبي ليفه، ولا تجيبي سلكه، هاتي قماشه من اللي هي بتاعه الفوط بتوع المطبخ، وحطي عليها صابون سائل وامسحيها، وتحطي قماشه عليها يا حبايبي، قماشه تحتها تحتها وانتوا بتغسلوها، عشان لما تحطي قماشه تحتها ما تتجرحش من هنا، واخدين بالكم؟ تحافظي عليها. طول ما انت محافظه عليها هيبقى ما منهاش ضرر. هي دلوقتي الاكل فيها بيبقى جميل وصحي، ما فيهاش حاجه، بس لو اتكحت الاسود التيفال ده غلط. في بقى قلايات ما فيش داعي لذكر اسماء، تخلوا بالكم وانتوا بتشتروا وتبحثوا وتشوفوا الماركه الحلوه. في قلايات وانت بتعملي فيها الاكل بيطلع منها الاسود ده في الاكل، فطبعا ده حاجه ضاره جدا بالصحه، ومش يعني ما ينفعش نجيبها، واخدين بالكم؟ بس هي يعني يمكن انا احسن من الميكرويف، لانها تعتبر بتقلي، يعني ممكن ما تحطيش ولا نقطه زيت. فعشان كده بنقول لما نيجي نغسلها بفوطه المطبخ، وتحتها يبقى حته قماشه، عشان ايه، منع للتجريح وتحافظي عليها. ونسيت اقول لكم الفيشه الثلاثيه يا حبايبي اللي هي ديت ما فيهاش قطع غيار هنا، واخدين بالكم؟ لكن دي ليها قطع غيار لانها ايه، مصري. بصراحه عملت فيها بطاطس محمره، وعملت فراخ، وعملت كفته، ممتازه بصراحه، ممتازه. حتى البطاطس لو من غير نقطه زيت جميله جدا وحلوه، مثلا للي عايز يعمل دايت، جميله برضو للي عايز يعمل دايت، واخدين بالكم؟ وفيها التايمر ده يا حبايبي، لما تظبطيه
وقت معين ويفصل لوحده، تعرفي ان الايه المده اللي انت عاملاها وظبط عليها خلص. بصوا التايمر بيعمل صوت ازاي، لما يخلص بقى هتسمعوا الصوت الرنه. حاجه تانية يا حبايبي، لما عشان تحافظي على الحله ديت، بصوا جبت ايه السيليكون ديت، الاطباق السيليكون دي تتحط هنا اهو، واخدين بالكم اهي، وتحطي فيها كل اللي انت عايزاه. لما يكون مثلا دهون تنزل فيها عشان الدهون ما تبوظش هنا، مع ان لما الدهون تنزل هنا واعملها برده بقماش عادي. فلما تحطي دي في اطباق زي دي سيليكون بتتباع برده، تجيبيها وتحافظي عليها. وفي اطباق مخرمه عشان الهواء برده ايه، لو في حاجه ما بتنقطش ما بتنزلش زيت تبقى مخرمه، وتحطيها برده بتغطي الشبكه دي. وخروم لو انت مش عايزه او ما عندكيش حاجه تحطيها، تعملي ايه بقى، تجيبي الورق الزبده وتخرميه بالخرامه وتحطيه على قد ايه الدايره دي، ورق زبده برده لو انت ما عندكيش، علشان برده نحافظ عليها قدر الامكان. انا اشتريت الاتنين دول برده اونلاين، اما يكون حاجه فيها دهون بحطها فيها. البطاطس من غير زيت بتطلع تحفه، وبزيت برضو بتطلع تحفه، حسب النظام الغذائي اللي انت عايزاه. عامله رجيم ما تحطيش ولا نقطه زيت، اصلها اسمها ايه، قلايه هوائيه، يعني ممكن من غير زيت خالص. وفي اخر الفيديو هتشوفوا الاكلات اللي هي ايه عملتها، بعض الاكلات اللي عملتها بيها. في نوع بقى يا حبايبي لو عايزه تشتري، في نوع بيبقى ايه زجاج بس مش عارفه، وستانلس. الاستانلس بتبقى الحله دي ستانلس والحله دي كمان. يعني انت لو عايزه تشتري نوع كده هاتيه، لو التيفال ده خايفه ان هو ايه يتجرح. بس مع المحافظه ومع الاطباق السيليكون دول هتحس ان ايه الدنيا كويسه، والحاجه مش هتبوظ ولا حاجه ما دام ايه بنحافظ، ولا حتى هتحتاجي قطع غيار. حاجه تانية يا حبايبي زي ما قلت لكم، نجيب ورق فويل، لا مش فويل سوري، الورق اللي هو الزبده، ونحطه هنا ونخرمه، عشان في بيقولوا بس انا ما لاحظتش الموضوع ده ان ديت بتمنع الحراره. واخدين بالكم، عشان الهواء بيبقى طالع من فوق ومن تحت. من فوق من القلايه منين هوريها لكم اهو، بصوا زي حراره وسخان من هنا. انا متهيألي اللي من فوق بس هو الهواء، بس في بيقولوا ان الاطباق دي بتمنع الحراره، بس الحراره جايه من فوق زي ما انتم شايفين هنا اهي. ممكن جايز يكون اللي هو تحت ده، اللي هو الناحيه دي اللي جوه ده برضو ايه بيبقى ماده بتدي حراره، برضو ممكن يكون بيمنع، الله اعلم طبعا. لو انت شاكه في كده مثلا زي ما قلت لك، الورق الزبده ويتخرم ويتحط عادي هيحميها، وممكن تحطي عليها على طول ما دام محافظه عليها. بس اهم حاجه في الغسيل يا حبايبي تغسلوها بفوطه المواعين. الفوطه تعملي فوطه مخصصه كده، لا فيها سلك ولا فيها اي حاجه، وهي اصلا غسيلها سهل جدا. لو لقيتي حاجه لزقت حطي بس عليها ميه سخنه، هتلاقيها على طول في دقيقه طلعت من غير اي دعك كمان. وحتى لما تحطي يا حبايبي فيها الفراخ عشان تستوي، الفراخ بتطلع الدهون اللي فيها، بتحسي ان هي اتحمرت بطريقه جميله يعني بصراحه، غير الفرن خالص. بتحمرها لدرجه ان بتحط اكنك دهنها فوق ماده دهنيه سمنه او زيت، بتبان كده انها ومقرمشه من جوه، من طريه من جوه ومقرمشه من بره، غير الطعم الجميل التحفه. يعني انا عملت فيها الفراخ وهي نيه خالص، وعملتها بعد نص سوا. النيه ممتازه والنص سوا ممتازه، حمرتها حلو. واي حد بصراحه يقول وحشه ما تستخدمهاش ومش عارفه ايه، ممكن يكون بيسيء استخدامها او جايب نوع مش حلو. يعني لازم تبحثي قبل ما ايه تشتري القلايه الهوائيه دي. وخلي بالك يا حبايبي لما تيجوا تشتروها تدوروا فيها كويس، علشان لو اي حاجه فيها خدش، فيها اي حاجه لازم تتغير، عشان الخدش دوت بيزيد مع الوقت. لازم نجيبها سليمه وكلها ايه ما فيهاش لا خربوش ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. نسيت اقول لكم يا حبايبي، الفيشه اللي هي فيها الثلاثيه ديت، الكتاب اللي فيها كله اسباني ما فيهاش عربي، لكن ديت بيجي معاها كتاب كده الاكلات بالعربي. ديت بقى يدل انها ايه مصنعه بره ومعموله بره، وكمان بتبقى يعني الاكل فيها مع ان نفس الواط ونفس الحراره ونفس كله، بس تختلف بس في عمق الحله. العمق بيبقى العمق اللي هو
الحته اللي جوه ده، الحاجات دي كده العمق ده اكبر، واخدين بالكم؟ بس في كله احسن، في كله زي بعض الاتنين، سواء الفيشه دي او الفيشه دي. شوفوا صوت التايمر لما يخلص بقى تسمعي صوته. وفي منه فيليبس منزله برضو تاتش، وفي زي ما انتم شايفين الزرار ده. ده بقى بيفصل لما تظبطيه على الاكل. تمام يا حبايبي، وان شاء الله في اخر الفيديو هسيب لكم بعض الاكلات اللي انا عملتها، ويا رب يكون افدتكم والفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.